تتقلب معانا بكل سهوله اهي. نحط الطبق كده، بسم الله. زي ما احنا شايفين اهيت، ما شاء الله جميله جدا اهيت. بقى تبداي بقى تقدميها مع صوص الكراميل او صوص شوكولاته او اي صوص، بس احنا عشان حاطين كراميل فبيبقى معاها الاكياس بتاعتها. او لو احنا عاملين صوص كراميل في البيت عملناه قبل كده مع بعض، اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وزي ما قلنا ممكن تعمليها باي حاجه، بالمهلبيه، او تعمليها بالجيلي او اي حاجه تبقى تورته جيلي. زي ما احنا شايفين معانا بنبدا بقى نقدمها ونحطها تاني في التلاجة. كل ما لحد ما تيجي تقدميها او الضيوف او اي حاجه بتحطيها في التلاجة وتبقى جاهزه معايا. لو عجبك الوصفه معانا النهارده يا ريت ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.